السلام عليكم خواتاتي وبناتي، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم درت لكم صابلي الريشه اللي راه طوندونس هاد العام. درتها لكم على طريقتي، خليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. نتوكلوا على ربي، نبدو بالمقادير وطريقه التحضير. هنا بالنسبه للمقادير عندي 500 غرام تاع زبده طريه. هنا استعملت زبده صور، رشه تاع ملح، نصف كاس تاع زيت، ربعة صفار بيض، كاس سكر ناعم، ملعقه صغيره تاع عطر كراميل. انا نستعمل هاد الماركه. ربع مغارف كبار تاع كاكاو. هنا عندي كيلو تاع فارينه. عندي كيس خميره كيميائيه. ندو 500 غرام تاع زبده طريه، الزبده نزيدو عليها رشه ملح، نزيدو كاس سكر ناعم، نزيدو ربعة صفار بيض، نزيدو نص كاس تاع زيت، نزيدو مغرف صغيره تاع عطر كراميل، ونضيفو 4 مغارف كبار تاع كاكاو. المغرف الاولى، الثانيه، الثالثه، المغرف الرابعه تاع الكاكاو. بقالي الفارينه والخماره. هنا نجيبو باتور ونخلطو مليح حتى تندمج كاع المكونات. كي نخلطوا المكونات مليح بالباتور، الكاطو تاعنا يجي خفيف. اللي ما عندهاش باتور تستعمل اليد، تبقى تخلط يندمجوا المكونات وتولي ديك لاباط خفيفه. خواتاتي ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتكثروا من الاستغفار. هنا هذه هي الكريمه اللي تحصلنا عليها. عندي هنا كيلو فارينه، نبقى نضيف فيها حتى نحصل على عجينه طريه. ونضيف كيس خميره كيميائيه. نبقوا نطمو في الفارينه باش نتحصلوا على عجينه طريه. هنايا هذه هي العجينه اللي تحصلنا عليها، ما تكونش ناشفه وما تكونش قاع طريه. وهنايا بقات لي حوالي كاس تاع فارينه، كاس فيه 220 ملي. عندي هنا وراق، نجيب هنا دوك الاكياس اللي جايين في الديول باش نورق فيهم الخليط. وهنا نسيت باش نقول لكم المول اللي غادي نستعمله هذا تاع الريشه. والمول هذا تاع الاوفال، هذا تاع العين تاني يجي معاه، يجي على حساب. ندو هنا كميه من لاباط.
ونورقوها. ونورقوها، ما تكون خشينه ما تكون رقيقه، بهذا السمك. جيبوا هذيك القطاعه، غطسوها في الفرينه، نبداو نقطعو. بهذه الطريقه، ما تكون رقيقه ما تكون خشينه. وهنا نجيبو بلا يدخل الفرن، كنت درت له شويه فرينه نستفوهم كاع هنايا، نديروهم يطيبوا في الفرن 180 درجه. درك كملنا مع الكاطو، خليناه يبرد. نديرو هنا 400 غرام تاع زبده طريه، ندير 4 مغارب تاع سكر ناعم، نديرو كاس بودرة شونتيي، 2 مغارب تاع زيت، نديرو 4 مغارب تاع طوفيه كراميل، ندير مغرب صغيره تاع عطر كراميل، نضربهم بالباطير. نخلطهم مليح تاي بياض. عندنا الخليط باش ديك لاكريم تجي خفيفه. وهنايا الكاطو تاعنا صايره طابو برد. نجيبو هذيك كريمه الزبده نديروها في بوش، نديروها فوق الكاطو. الطريقه راها واضحه. ونجيبو تاني بطاطا ختيني شوكولا دي طارا. انا استعملت هنايا ماكسون، درتها في بوش ودرتها تاني في الوسط. ونبلعو الحبه تاع الكاطو مع اختها. الحبه كي تبلعوها ما تضغطوش عليها بزاف، باسكو الكاطو هنا راه شيش، شحال من الحبه تكسرت لي. هنا كي كملت درتهم في بلا وتحيتهم في المجمد باش يبردوا. من جهه اخرى هنايا عندي علبه تاع ضاضه ديسير هنايا بالحليب. عندي هاد المول تاع الريشه، وهي كنت تستعملوا هذاك المول تاع بلاستيك تاع الريشه يكون احسن. انا هذا كان عندي. نديروها في نجيبو ديك الشوكولا نديروها في حمام مائي، ونضيفوا لها مغرف تاع زيت باش هذوك الحبات تاع الريشه يجونا شويه طريين. كل حبه نديرو فيها حوالي ملعقه صغيره. نخبطوا المول مليح ونديرو في المجمد حوالي دقيقه حتى تنشف حبه الشوكولا. وهادو هما الحبات تاع الشوكولا تاع الريشه اللي تحصلنا عليهم. هذه نفس الشوكولا اللي درنا بها الريشه نقلاصو بها الكاطو. في كل 200 غرام تاع شوكولا ديروا مغرف كبيره تاع زيت، باش الحبه تاع الكاطو كي يجي واحد ياكلها تجي طريه في الفم، ما تجيش قاصحه. ونديروها هنايا فوق بابي كويسون. مباشره نجيبو هذيك الحبه تاع الشوكولا تاع الريشه نديروها فوقها، ويكون الكاطو تاعنا صاي وجد.
وهنا صاي حبات الكاطو قاع كملناهم. نجيبو هنايا ملمع الغذائي، انا شيته هنا مخلط. نجيبو هداك الكيوردون ونطلو للجوانب. نواصلوا بنفس الطريقة تنكملوا قاع حبات الكاطو ونديروهم في بلا ونخلوهم ينشفوا. والكاطو تاعنا تاع الريشه صايره واجد جا ما شاء الله. هنايا نقسم لكم حبه، شوفوا السكين تخليه يجري. هذيك كريمه الزبده وهذاك الحشو تاع شوكولا طاختيني جاو يهبلوا. الكاطو يدوب في اليد قبل ما يوصل له الفم. ودروك ما بقى لي نقولكم تبقاو على خير في فيديو قادم، ما تنسوش جيم وكومنتير باش القناة تاعنا تكبر.